والآن مع كلمة آمر كتيبة عمر المختار، فليتفضل. الحمد لله. الحمد لله وبسم الله الذي مكن للحق الضعيف أن ينتصر على هذه الأرض في أيام مجيدة كهذه منذ ربع قرن من الزمان. وطهر هذه الأرض الطيبة من براثن قوى البغي والظلم، وانتصر الحق الضعيف بإرادة الله وحده وبإيمان رجال شجعان كالذين أراهم أمامي هذه الليلة، وهم يجسدون تماما كجند الفاتح ليلة الفاتح، دائما جاهزون للمواجهة والدفاع عن الثورة وعن سلطة الشعب. فباسمهم أحييكم جميعا على حضوركم هذه الليلة معنا. نحن جنود الشعب المسلح، أبناؤكم في القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، الذين عاشوا طوال هذه السنوات وهم يفتخرون بأنهم حراس لهذا الوطن ولهذه الثورة ولهذا الشعب الأبي، وأنه شرف عظيم لنا. نحن جنود الشعب المسلح أبناؤكم، وقد استبدلنا من قواعد البغي وطياري بريطانيا طيارين ليبيين، ومن بحرية أمريكا وطياريها طيارين من هذا البلد، ولم نعد نسمع منذ قيام الثورة سوى جنازير دباباتنا وأحذية جنودنا فقط، بعد أن صمت آذاننا من أحذية البغاة الغزاة الذين ظنوا بأن هذه الأرض لهم. أقول الحمد لله ربع قرن من الزمان ورؤوسنا عالية، وأقول وانتصر الحق الضعيف بإرادة الله، ولذلك سوف ينتصر مرة أخرى رغم حصارهم. فنحن نحتفل اليوم غصبا عنهم وعلى أرضنا أحرار رؤوسنا عالية، لن نعترف بهم وبجبروتهم وسلطانهم، لن نعترف بقوة الله وحده على هذه الأرض. أقول رغم الحصار نحتفل ونفرح رغم ظلام الياس الذي يخيم على هذه الأمة العربية، لأننا واثقون بأن الحق سوف ينتصر، لأننا جند الحق وأنصار الحرية وجند هذه الأمة التي لا يمكن أن تهزم ونحن جنودها. ونقول لكل مرتعش ولكل جبان في هذه الليلة والمؤلفة قلوبهم أيضا بأننا نحن أحفاد عمر مختار الذي رفض أن يستكين، وظنت إيطاليا بشنقه بأنها سوف تستولي على الأرض الليبية، ولكنه عاش كبيرا على الأرض وذهبت إيطاليا في مزبلة التاريخ. هكذا سنكون نحن وجاهزون مرة أخرى لتجسيد ملحمة أخرى كالتي جسدها
قائدنا عمر المختار، ونحن على دربه تماما خلف معمر القذافي، ولذلك ندافع عنه ومعه في هذه المواجهة إلى النهاية. لن نستسلم ولن نستكين ولن نتراجع. إنها معركة فخر أن تكون ليبيا الدولة الوحيدة التي تواجه العدوان وتقول لا للاعتراف بالعدو وبتسليم فلسطين وبالتنازل عن الوحدة العربية وعن حق هذه الأمة في الحياة. لذلك نحن جنودها نفخر بأن نكون حراسها وندافعين عنها، وحراس سلطة الشعب التي سوف لن نتنازل عنها أبدا. أيها الإخوة، نعاهدكم في هذه الليلة ونحن أبناؤكم، وهؤلاء الذين أمامي والذين معظمهم قد ولدوا بعد الثورة ولم يعانوا مثلكم سطوة الاستعمار ولم يروا أحذية القذرة تدنس أرضنا، بأننا سوف نستمر دائما على الضرب الذي خطته الثورة وقائدها، بأننا سوف لا نفرط في هذه الأرض وندافع عنها إلى آخر قطرة من دمائنا، وسوف نعيش شامخين رافعين رؤوسنا رغم كل قنابلهم وسطوتهم على العالم. وإن استسلم العالم كله وسكن، ولو جمعوا جيوشهم من كل حدب وصوب، ولو حاصرونا 1000 عام، فسوف ننتصر بإذن الله. أيها الإخوة، الله أكبر، الله أكبر، والأمام.